الجيش المصري نفذ مناورة عسكرية وتدريبات على نطاق واسع في سيناء، لا وكمان المناطق اللي قريبة مع حدود اسرائيل على مسافة 100 متر، انت متخيل؟ لا وكمان نفس اللي كانوا بيقولوا على جيش مصر الجيش جمبري يطلعوا يتكلموا دلوقتي ويكدبوا اللي بيحصل. لا قول لي كمان بقى التحركات اللي حصلت بمعدات عسكرية دي ذكاء اصطناعي وانت بتهزي. طب تعالى بقى اقول لك التحركات دي حصلت ليه. الرسائل واضحة والتحركات استعداد لأي سيناريو، واكيد اللي بيحصل ده مش طبيعي لدولة احنا عاملين معاها معاهدة سلام، خصوصا مع التوتر المستمر حوالينا. وفي رعب في اسرائيل لما وصل ليهم ان المناوره بالذخيره الحيه، وكمان لما حصل تشويش على كل اجهزه الاتصالات واللاسلكي اللي موجوده مع المستوطنين الناحيه الثانيه، ومع الجنود واماكن القياده والسيطره كلها تعطلت اثناء المناوره. اسرائيل اللي بتتفخر بالتكنولوجيا بتاعتها والهجوم السيبراني، بس على مصر وعمه السيسي لا طبعا. والتحديث العسكري اللي حصل في مصر بقى اعلى بكتير من السنين اللي فاتت. حضرتك لو مش فاهم اللي بيحصل ده، اي مناوره عسكريه على بعد 100 متر من السياج الحدودي معناه ان ده خرق كامل وشامل لمعاهده السلام اللي بين مصر واسرائيل. واما انت قعدت تقول لهم امن اسرائيل من امن مصر والكلام ده سهل الدنيا عليكم ووثقوا فيه، وسبت الناس اللي عماله تتكلم عليكم ويطلعوا اشاعات، هوب قمت مدخل جيشك في كامل سينا، وده بيخلي اي تحرك عسكري على الحدود بيوصل كرسانه ردع. احنا جاهزين ومش هنسيب اي حاجه للصدفه، فبالله فلتحيا مصر.